طلب منها إقامة علاقة معاه بعدد حروف اسمها مقابل إنه يفك من عليها العمل اللي كان مدمر لها حياتها، ويخلي جوزها يرجع لحضنها من تاني. ولما رفضت وبدأت تشك فيها قال لها براحتك والقرار قرارك، بس ما ترجعيش تندمي لما تشوفي إيه اللي هيجرالك من العالم الآخر اللي هيطردك بقيت حياتك. خافت منه وسلمت له نفسها، وبعد ما خد منها اللي هو عايزه عمل فيها حاجة محدش يتوقعها. ايه اللي حصل مع سيدة مطلقة؟ ضحك عليها دجال ودخل في قلبها وعقلها الوهم. انتهى معاها بكارثة حقيقية، وقصتها انها كانت عايشة مع جوزها وعندهم اولاد. كل حاجة بينهم كانت ماشية كويس، وكانت بتحبه حب ما يتوصفش. فجأة بقى بيحس معاها انه كارهها وبقى انسان مش طبيعي، وكل تصرفاته بتقول انه خلاص ما بقاش عاوز يكمل معاها. حاولت تراضيه بكل الطرق لحد ما قرر هو يطلقها، وكان بيقول لها انا ما بقتش قادر حتى ابص في وشك. تظهر لها واحدة صاحبتها وقالت لها ما تشيليش هم، انا هوديك عندي شيخ يفك اعمال ويصلح بين الازواج، وكل ضماناتي هتروحي عنده ومش هتندمي. طبعا الزوجة كانت حرفيا متعلقة في قشاية، وتاني يوم سمعت كلام صاحبتها وراحت للشيخ ده. فعلا أعجب بيها وقال لها إنه هيحللها كل مشاكلها وهيخلي جوزها يرجع لها ويجري وراها، لكن قصاد ده يصورها شوية صور وهو من غير هدوم لفك العمل السفلي، وهي من غير هدوم لفك العمل السفلي من عليها. رفضت وقالت له انت ازاي تطلب مني حاجة زي دي؟ انا جايالك عشان تعالجني ولا عشان تصورني؟ وهو عشان يخليها تقتنع قال لها لو ما عملتيش اللي بقولك عليه يبقى تتحملي اللي هيجرالك من العالم الاخر، اللي لو انا غضبت عليكي مش هيسيبوكي في حالك. خافت وبدأت تسلم نفسها بالتدريج، وهي من جواها كارهة كل اللي يحصل لها واللي بيحصل لها، وحاسة بتأنيب ضمير. صورت نفسها وهي مش لابسة حاجة خالص، وتصورت كمان بالوضعيات اللي هو طلبها منها. واحدة بدأ يطلب منها حاجات أصعب وأصعب، وقال لها لو ما عملتيش معايا علاقة بعدد حروف اسمك مش هفكلك أي أعمال وهنشر كل صورك وابقي وريني جوزك بقى هيرجعلك ازاي. ومن خوفها للمرة التانية جابته عندها الشقة وعملت معاها علاقة 4 مرات بعدد حروف اسمها بالظبط. وبعد ما خد منها كل اللي هو عاوزه طلب منها مبلغ مالي كبير، وطلع مش شيخ ولا حاجة، وطلع شخص عادي جدا منتحل صفة شيخ علشان يستدرج الستات اللي عندهم ظروف ومشاكل ويخليهم يلبوا طلباته علشان ياخد مقابل مادي أو يعمل معاهم علاقة. لكن المتهمة بعد اللي عملوا فيها راحت وبلغت عنه، وبعد ما تم احتجازه والتحقيق معاه اتضح من خلال أقواله إنه بيستعين بمراته عشان تجيب له هي الستات، وتم إحالته لمحكمة الجنايات.